مهرجان المانجو المصري بالقاهرة يومين من الاحتفالات في حديقة الحرية بالزمالك، يوم 17 ويوم 18 أغسطس. احتفالات بمحصول المانجا وحصاد المانجو في معرض خاص بالمانجو لعرض بيع المزارع، بعض المزارع المشاركة. المعرض أصلا كمان مفتوح للجمهور بشكل عام، مسابقات للشيفات من مشاهير المطبخ لأهم الأصناف الخاصة بالمانجو من أطباق حلو مصري وأطباق آسيوية سخن. هيكون في عروض كمان مشارك فيها المجلس الأعلى للثقافة، فقرات خاصة بالأراجوز للطفل والتنورة، وفقرات شول الاستعراضية والتراثية كمان. يعني مفاجآت خاصة بالأطفال من ورش العمل لتعليم زراعة المانجو تحت شعار ازرع شجرة مانجو في بيتك أو في بلكونتك. على مدار يومين هتكون الفعاليات من الساعة 9 صباحا إلى 10 مساء، بافتتاح يعني من المتوقع افتتاح معالي وزير الزراعة ومحافظ القاهرة للحدث. بندعوكم لمهرجان المانجو في أول نسخة في حديقة الحرية القاهرة، ليكون في الأعوام اللي جاية إن شاء الله يعني مهرجان خاص بالقاهرة يجمع بين كل رواد زراعة وصناعة المانجو. معرض المهرجان بيشارك فيه يعني مزارع خاصة بزراعة المانجو من أصناف مختلفة بأسعار في متناول الجمهور وأقل من الأسواق. كمان المصنعات الخاصة بالمانجو دي برضو معانا. في عندنا كمان ورش عمل للمشروعات الصغيرة، ازاي هنعلم المرأة انها تقدر تعمل مشروع تجفيف المانجو بشكل احترافي، كنوع من المشروعات الخاصة سواء بالطلبة او بالخريجين او بالمرأة. زراعة الأسطح كمان هتكون معانا، وازاي نزرع شجرة مانجو فوق الأسطح والحدائق الصغيرة. دعوة للمشاركة للجميع في مهرجان المانجو المصري.